لما بنتكلم عن الساعات يبقى لازم نفهم ايه اللي بيدور جوه الساعه. زي موتور العربيه بالظبط، فيها عربيات بتتصنع في المصنع بتاعها بالكامل، وفيها عربيات بتتجمع تجميع، بتروح تجيب الموتور من حته وبتجيب الفرش من حته تانية خالص وبتجمع العربيه، وهكذا الساعات. في ساعات بتتصنع في المصنع بتاعها بالكامل، وفي ساعات بتتجمع، ومن الحاجات اللي بتتجمع في الساعات هي الكاليبرز او الموفمنت. فهنا انت لما بتشتري ساعه مش بس بتشتري اسم مكتوب على الدايل او المينا بتاعت الساعه، اللي فعلا بيفرق هو اللي جوه الساعه واللي هي الموفمنت. بالنسبه للشركات او البراندات هي بتحب تبيع لك الديزاين، التاريخ او اللايف ستايل اللي عايزه توديهولك او الهايب بتاع البراند، بس الحقيقه ان قليل جدا منهم بيصنعوا الموفمنت بنفسهم. الغالبيه العظمى بيعتمدوا على مصانع ثيرد بارتي، دول هم العمالقه اللي ورا الكواليس بالنسبه للي بيلبس الساعه ومش فارق مع المكنه او مش مهتم بالساعات. والمصانع دي بتشتغل كل حاجه من اول الانتري ليفل ووتشز لغايه السويس كرونوجرافز الفخمه. لو انت مهتم بالساعات او عندك علم عن الساعات ففي الغالب هتكون سمعت اسم من اللي هذكرهم لك دلوقتي: ATA، سيليتا، سوبرود، ميوتا، ديبوا دي براز او كينيسز. الاسماء دي يمكن مش واخدين حقهم كميديا او كشهره عند الناس، بس من غيرهم نص عالم الساعات اصلا مش عارف يشتغل. فكر فيها كده، ATA وسيليتا هم الكبار بتوع سويسرا، وميوتا هو قلب ميكانيكال موجود في آلاف الساعات. اما بالنسبه للسيكو موفمنتس فهي رخيصه وموجوده في ساعات كتير او براندات كتير في العالم كله عشان رخيص وكويس. واسامي تانية زي الاس تي بي والكينيسز بيغيروا قواعد الاستقلاليه. اما بقى بالنسبه لديبوا دي براز هو المعماري الصامت اللي ورا الكومبليكيشنز اللي بتحبها من سنين سواء كنت عارف او مش عارف. اعتبر الفيديو ده بالنسبه لك هو عباره عن جايد بيعرفك ايه هي الموفمنتس اللي موجوده في معظم الساعات في العالم. في الاخر مش هتعرف بس الاسامي، لكن برضه هتفهم ليه الموفمنتس ميكر دول اصلا مهمين، ايه اللي بيميزهم وازاي بيشكلوا المكن بتاع الساعه اللي بيكون لابسينها كل يوم. فلو عمرك سالت نفسك سؤال كده وانت بتشرب القهوه بتاعتك في البلكونه: ازاي المايكرو براندز بيكون عندها الكريديبيليتي للسويس ميد موفمنتس من غير ما يكون عندها مصانع؟ اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن الموفمنت ميكرز، المصانع اللي بتدينا المكن بتاع الساعات اللي ممكن ما نكونش عارفينهم. تعالى معايا في الفيديو ده وهقول لك عنها واحده واحده. ما تنساش تشجعنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يجيلك الفيديوهات الجديده اللي بتنزل، ونكبر المحتوى في حب الساعات. شكرا ليك، تعال نبدا الفيديو. تعال نبدأ بأول حاجة واللي هي ATA. مين هي ATA؟ هي شركة سويسرية بتنتج ميكانيكال وكوارتز موفمنت. زي ما قلت لك قبل كده، فكر فيها زي شركة عربيات بتبيع الموتور بتاعها جاهز. أي براند يقدر يشتري الموفمنت بتاعتها متجربة ومضمونة ويحطها جوه الساعة بتاعته، وده بيوفر لك وقت وتكلفة ويديك أداء موثوق. الموفمنت ال ATA موجودة في كل الساعات السويسرية في الغالب، من الأول السويسري الاقتصادي لغاية السويسري الهاي اند، ودول اللي بيفضلوا ان هم يستخدموا كاليبر او موفمنت جاهزه بدل ما يصنع له واحده من الاول. اما بالنسبه من ناحيه التصنيع والكواليتي كنترول فالاي تي اي بتتصنع على نطاق واسع وبدقه سويسريه. اجزاء كتير في المكنه بتاعتهم بتتصنع اوتوماتيك وبعد كده بتتظبط يدوي. الميكس ده بيخلي التكلفه معقوله مع الحفاظ على الستاندرد السويسري، يعني بتلاقي المكنه بتاعتك سويس ميد. اما بالنسبه لاي تي اي فهي عندها درجات مختلفه، وده اللي بيفرق في الدقه والتشطيب. والدرجات المختلفه دي اللي هي الستاندرد، الابريتد، توب، وكرونوميتر. وهنا نعرف ان الاي تي اي ما بتعملش موفمنتس بمستوى واحد، لا، هي عندها نظام بيحدد لك قد ايه ان الموفمنت بتاعها دقيق ومتشطب كويس. والنظام ده معمول عشان يخلي فيه فليكسبيليتي بالنسبه للبراندات ان هم يختاروا المكنه بتاعتها على حسب الفئه بتاعه الساعه بتاعتهم. فخليني اشرح لك الجريدز بتاعه الاي تي اي. اول حاجه معانا اللي هي الستاندرد جريد، دي ابسط وارخص نسخه، والدقه بتاعتها بتكون من 12 ل 30 ثانيه في اليوم. وبالنسبه للموفمنت بتاعتها ما بيكونش فيها ديكوريشن كتير، المكنه بتاعتها بتكون ساده خالص، بلين وبسيطه جدا، بس اهم حاجه فيها ان هي بتكون عمليه جدا. وبراندات كتير بيستخدموا المكنه دي في ساعتهم علشان تكون بالنسبه للفئه الاقتصاديه وبيكون بسعر كويس. نعدي بقى على الابريتد جريد، وده المستوى الثاني، وده بيكون مستوى اعلى شويتين، والدقه بتاعته بتكون من 7 ل 20 ثانيه في اليوم. بعض الاجزاء في المكنه زي الهير سبرينج والبالانس ويل بتكون بجوده اعلى شويه، واحيانا بيكون في
فينيشنج بسيط على اجزاء المعدن بتاعت المكنه، وده المستوى اللي بيخلي الساعه تبان ارقى من المستوى الستاندرد ومش بسعر اعلى قوي، يعني سعر زياده حبه بسيطه. اما بالنسبه للرقم 3 واللي هو التوب جريد فهو مستوى متقدم اكتر، والدقه بتاعته بتوصل من 4 لغايه 15 ثانيه في اليوم. الماتيريالز اللي فيها احسن، وبيستخدموا البالانس سبرينج من النيفا روكس 1، ودقه اكتر في الاجزاء زي الاسكيب مان، والموفمنت اللي فيها غالبا بيكون فيها تشطيب او ديكوريشن احسن زي كودا ديجينيف او بلود، وده اللي بتلاقيه في الساعات الميد تو هاي رينج. وده مش بس بيخلي ان الساعه عمليه ولكن الموفمنت بتاعتها بيكون شكلها حلو. اما بقى بالنسبه لاخر مستوى وده اعلى دقه، وده بيخضع لشهاده رسميه من COSC، والموفمنت بتاعتها هنا بتتجرب على مدار 15 يوم على 5 اوضاع مختلفه و3 درجات حراره مختلفه. اما بالنسبه للدقه هنا فلازم تكون من 4 ل 6 ثواني في اليوم. البراندات هنا بيستخدموا النوع ده من الجريد علشان يكون بالنسبه لهم سلاح تسويقي كويس، وكمان يعلوا في سعر الساعه لان هو بيكون كرونومتر سيرتيفايد. الاختصار الستاندرد بسيط وعملي، الالابريتد مستوى اعلى شويه بدقه افضل. اما بالنسبه للتوب جوده وتشطيب ممتازين للميد هاي رينج. اما بالنسبه للكرونومتر فهو اعلى دقه واعتماديه بشهاده رسميه معتمده. بس عايزين نسال نفسنا سؤال، ليه ATA موضوع مهم اساسا؟ لان الموضوع ده من اهم الفصول في تاريخ صناعه الساعات السويسريه. لفتره طويله جدا ATA كانت هي العمود الفقري تقريبا للصناعه كلها. معظم البراندات من اول الصغيره لحد الكبيره كانوا بيعتمدوا عليها بشكل اساسي علشان يوفروا موفمنتس مضمونه ورخيصه نسبيا بدل ما يروح يعملوا واحده من اول وجديد. لكن هنا التويست، من اوائل الالفينات جروب سووتش الملك ATA قرر انه يغير اللعبه. سنه 2002 اعلنوا ان هم هيبداوا يحددوا كميه الموفمنتس اللي هيبيعوها للمنافس، وده فتح باب نزاعات قانونيه طويله استمرت لسنين. برضه صراحه انا شايف ان سووتش كانت بتفكر بمنظور منطقي، يعني هي بتصنع الموفمنتس وبتديها للمنافس بتاعها وبتعمل الموفمنتس بتاعتها برضه لنفسها، فايه الميزه بالنسبه لها؟ فقرروا ان هم يقللوا اللي بيعملوه ده. لكن الازمه بدات تكبر سنه 2019 و2020 لما تم التطبيق على قرارات رسميه تقلل التوزيع بشكل كبير. فجاه ATA ما كانتش متاحه بسهوله زي قبل كده. طب والنتيجه؟ البراندات لقت نفسها ان هي قدام 3 خيارات، يا اما تصنع ان هاوس الموفمنت بتاعتها بنفسها وده تكلفه وريسك عالي، يا اما تعتمد على شركات بديله زي سيليتا او سوبرد عشان تعوض النقص اللي عندها، يا اما الخيار الاخير ان هي تخزن المكن بتاع ATA لغايه ما تبدا ATA ان هي تسحب الموفمنتس بتاعتها من السوق وتختفي واحده واحده. اللي حصل ان ده اصلا غير شكل الصناعه كلها. في براندات صغيره اتاثرت جدا، وفي براندات كبيره بدات ان هي تفكر تعمل الموفمنتس بتاعتها ان هاوس وكمان تكون كميزه تسويقيه بالنسبه لها. عشان كده النهارده لما تسمع كلمه ATA بتساوي الندره. وفي ساعات معروفه بتستخدم ATA زي الهاملتون كاكي فيلد والتيسو سي ستار والتاج هوير ولونجين هايدرو كونكويست. تعال بقى نسيب ATA شويه ونعدي على ميوتا. مين هي ميوتا؟ ميوتا هي شركه يابانيه لتصنيع الموفمنتس اتاسست سنه 1959 وهي جزء من السيتيزن جروب، وبيصنعوا الميكانيكال والكوارتز موفمنتس. وبما انهم بينتجوا لكتير على مستوى العالم، ميوتا بقت الخيار الاول لعدد ضخم من براندات الساعات في العالم، خصوصا المايكرو براندز او البراندات الصغيره اللي بيكونوا محتاجين مكنه اعتماديه وسعرها كويس من غير ما يدفعوا اسعار السويسري. عايزك تفكر في ميوتا زيها زي التويوتا، قويه عمليه ومعموله عشان تعيش، وكمان فوق كل ده ارخص من السويسري. بس خلينا نتفق ان السويس ميد جامد، ولكن ميوتا سهله تتجاب وسهله تتصلح. بالنسبه لاي براند اختيار ميوتا هو معناه تكلفه اقل وتسليم اسرع وضمان ان اي ووتش ميكر في العالم يقدر يصلح الموفمنتس بتاعتهم. ده غير ان هم عندهم خط انتاج ضخم بيستخدموا فيه الاوتوميشن وكمان المراجعه اليدويه، والهدف الاساسي عندهم هو الكفاءه والاستمراريه والمتانه. خليني بس اشرح لك عمليه التصنيع بالنسبه لهم بتتكون من ايه، وهي تتكون من 5 نقاط: تصنيع البليدز والجيرز او التروس والتجميع والضبط او الكواليتي كنترول، وبعد كده بيجي دور التشطيب او الديكوريشن. وهم بالنسبه لميوتا ما بيركزوش على التشطيب بشكل كبير، الموفمنت بتاعتهم غالبا بتبقى بلين ساده. طب بالنسبه للبروز اند كونز، المميزات والعيوب. بالنسبه للمميزات هي اقتصاديه وموثوقه وكمان سهله الصيانه، والباور ريزيرف بتاعها عالي جدا خصوصا في الموديلات الجديده، متوفره على نطاق واسع ومثاليه
المايكرو براندز. يعني انت لو عايز تعمل ساعه باسمك فميوتا هي هتكون اختيارك الامثل. لو معاك ليميتد بادجت، لو معاك اوبن بادجت فاعمل ان هاوس عادي، بس ده مش معناه في البيت يعني ده. اما بالنسبه لعيوب الساعه فهي ما بتكونش ديكوريتد، مش متزينه كويس، وانا شايف ان دي مش مشكله، بس هتكون مشكله لو الساعات اللي بتستخدم الميوتا بتعمل اوبن كيس. عندنا بقى ساعات بتستخدم المكن الميوتا زي السيتيزن برو ماستر دايفر، بلوفا لونر بايلوت، انفيكتا برو دايفر، دان هنري 1970 وبالتك. بص بقى هنركن الياباني شويه على جنب ونرجع للسويسري تاني، وهنا هكلمك عن سيليتا. سيليتا هي شركة سويسرية اتأسست سنة 1950 في لاتشوا ديفون، قلب صناعة الساعات السويسرية. لسنين طويلة ما كانوش بيعملوا الموفمنتس بنفسهم، كانوا بيجمعوا موفمنتس من الاي تي اي، من القطع اللي الاي تي اي بتبعتها لهم. لكن لما ايتا اول الالفينات بدأت تقطع الامدادات في السوق، فسيليتا لقت الفرصة، استغلوا براءة الاختراع اللي خلصت، ودي اللي كانت محكمة السوق بشوية سياسات او عاملة شوية ليميتيشنز. لكن بعد ما القوانين دي اتفكت بدأوا ان هم ينتجوا نفس الديزاينات بشكل قانوني ويعملوا خط الموفمنتس الخاص بيهم. الحركه دي غيرت كل حاجه. بعد ما ايتا بدات تتحكم في تحديد وتوزيع الموفمنتس بتاعتها في السوق، براندات كتير لقت نفسها ان هي في مأزق، هتلبس في الحيط خلاص. انا كنت باخد مكن من ايتا فما لقيتش حد يديني مكن، هروح فين؟ الموضوع ما كانش مجرد نقص في السبلاي، ده كان تهديد حقيقي لاستمراريه انتاج ساعاتهم. تخيل معايا كده براند بيبيع الاف القطعه في السنه ويجي المورد بتاعه يقفل المصنع مره واحده. وهنا يجي دور سيليتا كمنقذ. اول ميزه عندهم ان الكاليبرز او الموفمنتس بتاعتهم مش حاجه جديده او غريبه على السوق، لكن في الاساس هي نسخ مطوره قانونيه من ديزاينات اي تي اي الكلاسيكيه زي ال 2824 وال 2892. وده معناه ان الواتش ميكرز حوالين العالم كانوا عارفين ان هم يتعاملوا معاها من اول يوم، لان هم كانوا متعودين على الايتا، فنزلت السيليتا بقت يعتبر مقاربه ليها. وده سهل على براندات كتير ان هي تاخد قرار في ان هي تعمل سواب او تغير من شركات معينه وتيجي سيليتا من غير ما تعيد تدريب الصناع بتوع الساعات او ان هي تغير خطوط الانتاج. الميزه الثانيه في سيليتا ان هي كانت بتقدم حجم انتاج ضخم ومستعده ان هي تقدم عقود طويله المدى، وده طبعا طمن براندات كتير ان هي مش هتقع في نفس الفخ اللي وقعت فيه مع ايتا. شركات زي اوريس وكريستوفر وورد لقوا في سيليتا ان هو مورد مستقر يديهم باستمراريه من السبلاي. كمان سيليتا كانت اذكى بان هي تكتفي بالنسخه المباشره. مع الوقت بداوا يعملوا تحسينات صغيره علشان يقللوا التآكل، وبرضه قدموا درجات جوده مختلفه زي اي تي اي اللي اتكلمنا عنها اللي هو الستاندرد والالابريتد والتوب والكرونوميتر. باختصار سيليتا كانت بالنسبه للبراندات حل جاهز موثوق وارخص من ان البراندات تروح ان هي تعمل موفمنتس ان هاوس، هتكون بالنسبه لها صعبه طبعا. عشان كده ان الانتقال ليها كان طبيعي وسريع. سيليتا عندها شويه كاليبرز مميزين زي الاس دبليو 200 اوتوماتيك و28000 فايبرنت بير اور، والباور ريزيرف بتاعها 38 ساعه. وغير كده فيها هاكينج وهاند وايندنج، وعملوا شويه تعديلات في الجويلز بتاعتها بقت 26 بدل 25 زي الايتا مع شويه تعديلات بسيطه. اما بالنسبه للاس دبليو 300 هو انحف وانعم وغالبا بيستخدم في الساعات الرفيعه او الانيقه. نيجي بقى للاس دبليو 500 هو سميك شويه لكنه موثوق وبيجي مع الدي دي. واخيرا عندنا الاس دبليو 1000 هي موفمنت اوتوماتيك صغيره معموله للساعات اللي بتكون حجمها 36 ملم وبتيجي ب 28000 في بي اتش وباور ريزيرف 40 ساعه. بالنسبه للمميزات فهي موفمنت سويسريه موثوقه زيها زي الاي تي اي، سهل تتصلح في اي مكان في العالم، وطبعا سهل بالنسبه لك انك تشتريها احسن من انك تعمل كاليبر ان هاوس. ده غير كده ان هي بتدي لك ميزه ان هي بيكون فيها ليفلات مختلفة أو جريدز مختلفة. أما بالنسبة لعيوبها لغاية دلوقتي في ناس بتعتبرها إن هي كلون بالنسبة ل ETA، يعني تقليد. وبالنسبة للباور ريزيرف بتاعها قليل عن بقيه الباور ريزيرف مقارنه بالمكن الثاني. اما بالنسبه للساعات اللي بتستخدم السيليتا فهم اوريس او كريستوفر وورد او مونت بلانك او بون مارسي. تعال بقى نتكلم على واحده من اكبر مصنعي الموفمنتس في العالم على عكس ETA او سيليتا، واللي هي سيكو. مش بقول لك سيكو جامده، ما انت لو بتابعني هتعرف ان سيكو جامده. سيكو هو براند متكامل جدا، يعني بيصمم وبينتج وكمان بيصنع اجزاء دقيقه زي الهير سبرينج والاسكيبمنت. انت متخيل؟ والاهم من كده ان سيكو مش بتحافظ على الموفمنتس بتاعتها ليها بس، يعني مش محتكراها، لكن بتبيع كوارتز وميكانيكال موفمنتس لعدد كبير من البراندات في العالم، وخصوصا المايكرو براندز اللي بيعتمدوا عليها بشكل اساسي. سيكو عملت ثوره او طفره في عالم الكوارتز. الكاليبرز المشهوره بتاعتها زي ال7N وال7S شغلت كتير من الساعات الاقتصاديه في العالم، لكن الابتكار الحقيقي لسيكو هو هيكون السبرينج درايف.
حقيقي الابتكار ده جامد. هي تكنولوجيا هايبريد بتمزج ما بين حاجتين، الزنبرك الميكانيكي ومنظم الكتروني، والنتيجه دقه مذهله. يعني مثلا عندك ساعات الجراند سيكو اللي فيها السبرينج درايف دقتها بتوصل في اليوم لغايه ثانيه واحده، وده نتيجه من الصعب ان الساعات الميكانيكيه التقليديه توصل له. طب ليه البراندات بتختار الموفمنتس بتاعت سيكو؟ لان هي ببساطه بتكون متوفره وارخص من البراندات بتاعت الاي تي اي والسريتا السويسريه، وغير كده غالبا بتكون قويه واعتماديه وكمان سهله في الصيانه. وعشان كده المايكرو براندز بيحبوا ان هم يعتمدوا عليها، لانها بتديهم الامكانيه ان هم يبنوا ساعه قريبه من الدقه السويسري بس بتكلفه اقل من السويسري. عندك مثلا الموفمنتس اللي هي ال NH35 من الموفمنتس القويه والاعتماديه جدا. بالنسبه للمميزات بتاعه الموفمنتس بتاعه سيكو فهي اسعارها منافسه واعتماديه عاليه، وكمان بتدعم الهاند وايندنج والهاكينج حتى في الكاليبرز الاقتصاديه زي ال NH35. اما بالنسبه للعيوب فالدقه بتاعتها منخفضه شويه زي في الحاجات الاقتصاديه، زي مثلا ال NH35 دقتها بتكون من 20 ل 40 ثانيه، والفينيشنج بتاعها مش احسن حاجه، يعني مش ديكوريتد كويس. تعال بقى اذكر لك شويه كاليبرز مشهوره عند سيكو. عندنا مثلا السيكو NH35 هي حركه اوتوماتيك وبتيجي ب 21000 في بي اتش و41 ساعه احتياطي طاقه او باور ريزيرف، وفيها الهاكينج والهاند وايندنج. اما بالنسبه للسيكو NH36 هي نفس الكومبليكيشنز ولكن بتيجي مع ميزه الدي دي. نيجي بقى اللي بعد كده واللي هي السيكو 4R سيريز، ودي بتستخدم في ساعات سيكو نفسها زي السيكو 5 سبورتس. هي قريبه جدا من سلسله ال NH ولكن بشكل منظم وادق اكتر. وال6R سيريز هو المستوى المتوسط وبتلاقيه في ساعات زي البريساج او البروسبكس، والاحتياط الطاقه بتاعتها بتكون اعلى شويتين. اخيرا بالنسبه لل9S وال8L ده المستوى الفاخر، موجوده في الجراند سيكو وبرضه في بعض الموديلات البروسبكس العاليه شويه، وفي حاله ال9S مستواها ممكن يوصل لمستوى الكرونومتر سيرتيفايد. اخيرا الناس لما بتيجي تفكر في الموفمنتس السويسري دايما اسامي زي ايتا او سيليتا هي اللي بتسيطر على المشهد، لكن بعيد عن العمالقه دول في اسامي تانية موجوده في السوق قدروا ان هم يعملوا لنفسهم مكانه. واول واحد فيهم معانا هو سوبرود، مملوكه لفستينا جروب، وطبعا قدرت ان هي تبني سمعه كويسه كخيار بديل لاي تي اي. والكاليبر الاساسي عندهم هو A10 واللي طوروه علشان يقدر ينافس الكاليبر من اي تي اي ال 2892. بيتميز انه رفيع وكمان الفينيشنج بتاعته قويه، وده بيخليه جذاب للبراندات اللي عايزه ان المكنه بتاعتها او الكاليبرز يكون مكتوب عليها سويس ميد. سوبرود كمان بتنتج موفمنتس كوارتز وهايبريد، وده مديلها فلكسبيليتي كبير جدا. والمكنه دي هتلاقيها في مايكرو براندز كتير اللي بتحب او محتاجه ان هي تكون معاها سويس ميد موفمنت. تاني اسم معانا واللي هو الاس تي بي سويس تكنولوجي برودكشن، هي احدث شويه ولكن مش اقل قيمه. اتاسست سنه 2006 وتابعه لفوسل جروب، وطبعا الهدف من كده كان استراتيجي. فوسل ما كانتش عايزه تبقى تحت رحمه توريد اي تي اي ليها، فراح قال لك ايه، احنا نروح نبني مصنع يكون خاص لينا في سويسرا ببساطه. والكاليبر الاشهر عندهم هي الاس تي بي 111، وده يعتبر نسخه من ال 2824 اي تي اي مع تحديثات دقيقه جدا زي مثلا جوهره زياده، احتياطي طاقه اطول، وشويه تعديلات في الفينيشنج. المميز في الاس تي بي ان فوسل ما بتحتفظش بالموفمنتس بتاعتها لنفسها بس، ولكن برضو بتدي خيار للمايكرو براندز اللي عايزين يشتروا موفمنتس من ثيرد بارتي مانيفاكتشرر، فبتديهم الميزه دي ان هي بتبيع لهم الكاليبرز دي. واخيرا عندنا كينيسي، وده الوافد الجديد اللي قلب موازين اللعبه. اتاسست سنه 2016 وكمان وراها اسماء تقيله زي تيودر وشانل، والهدف بتاعها كان واضح، انتاج موفمنتس صناعيه متينه وكمان معتمده من السي او اس سي، وكمان بتنافس الكاليبرز اللي معموله ان هاوس. الكاليبرز بتاعتها زي مثلا الام تي 5602 اللي بتستخدم في التيودر بلاك باي، معروفه بان هي احتياطي طاقه 70 ساعه، وكمان الهير سبرينج بتاعها معمول من السيليكون. ساعات شانل جي 12 ونوركن اعتمدوا كينيسي كقلب لساعتهم. اللي بيميز كينيسي ان هي عملت موفمنتس او كاليبرز بدقه عاليه جدا، وكمان غير كده موفراها للبراندات اللي هي عايزه الحاجات دي. خلينا بقى كده نركن كل اللي فات على جنب ونتكلم على حاجه مختلفه شويتين. لما معظم الناس بيفكروا في الحركات السويسريه فمعروف
زي ما اتكلمنا بيجي في دماغهم اتنين، اللي هو ايتا او سيليتا او حتى كينيسي. ولكن في شركه تانية هي بس ما تخصصتش في ان هي تعمل مكنه متكامله، ولكن هي تخصصت في ان هي تعمل حاجه اسمها موديولز، ودي قصه ديبوا ديبرا، المهندسين المصممين اللي ورا كل الكومبليكيشنز اللي بتحبها انت. الشركه دي اتاسست سنه 1901 في وادي فالي دوجو، اللي معروف انه مهد صناعه الساعات السويسريه، ومن يومها معروف ان هي شركه عائليه وما حاولوش ان هم ينافسوا عمالقه في السوق. هم قرروا ان هم يعملوا لنفسهم مكان مختلف تماما. طب خلينا اول حاجه كده نفهم يعني ايه موديول. ببساطه هي عباره عن طبقه ميكانيكيه بتركب فوق الكاليبر الاساسي وبتدي الساعه وظائف زياده زي الكرونوجراف او المون فيس او كمان الانوال كالندر او حتى السبليت سكند كومبليكيشن. وواحده من اشهر مساهماتهم كانت 1969 لما تعاونوا مع تاج هوير، برايتلينج وهاملتون وبورن في تطوير كرونوماتيك كاليبر، اولى الحركات الاوتوماتيك للكرونوجراف في العالم. ودي كانت لحظه فارقه في السباق التاريخي لاول ساعه كرونوجراف اوتوماتيك في العالم، واللي كان فيه منافسه شرسه مع زينس وسيكو. اما بالنسبه للنهارده فديبوا ديبرا هي موجود في معظم الاماكن من غير ما الناس يعرفوا. يعني مثلا عندك كتير من الكرونوجرافات في برايتلينج او تاج هوير او حتى اوديمار بيجي معتمدين على موديول كرونوجراف من ديبوا ديبرا راكب فوق كاليبر اساسي من ايتا او سيليتا. الميزه هنا في ان الموديول ده بيديك ميزه اضافيه في الساعه فوق الكاليبر الاساسي اللي عندك من غير ما تتعب نفسك او انت تطور الحاجه دي، وطبعا بتاخد مجهود وبتاخد وقت وبتاخد تكلفه. فديبوا ديبرا اديتك الميزه دي انك تاخد الحاجه دي جاهزه وتركبها فوق الكاليبر الاساسي اللي عندك. طبعا لكل قاعده ليها شواذ. بعض الهواة او مستخدمين الساعات بيقولوا ان الموديول بتاع ديبوا ديبرا لما بيجي يتركب في الساعه ما بيكونش بنفس الدقه اللي بيكون معمول اصلا مع الساعه، وده ممكن يكون في حد ذاته عيب. لكن في نفس الوقت المرونه وتوفير التكلفه خلت ديبوا ديبرا موجوده في السوق لاكثر من 100 سنه، ولغايه النهارده ديبوا ديبرا هي شركه عائليه مستقله ومعاهم اكتر من 300 موظف بينتجوا كل سنه 100,000 موديول. واللي ممكن يكون قليل جدا من هواة الساعات او من محبين الساعات يكونوا عارفين الاسم ده، ديبوا ديبرا. دلوقتي انا حكيت لك على كل الابطال اللي خلف الكواليس زي الايتا والسيليتا، ديبوا ديبرا، سوبرود وكينيسي وكمان سيكو. ودول هم اللي بيحطوا لك الموتور بتاع العربيه عشان العربيه تشتغل، هم بيحطوا لك الموفمنت في قلب الساعه علشان تقدر تنتج الساعات وتنزلها في السوق وتكون بأحسن دقة وبأعلى كواليتي. ومن غير الأسماء اللي كانوا موجودين في الفيديو دول غالبا معظم سوق الساعات ممكن يموت وما يكونش بيديك الإمكانية في إنك تلبس ساعة على إيدك، بل ممكن إن الساعة تكون نادرة زي ما كانت زمان ومش أي حد يقدر يلبس الساعة. ولكن المصانع دي أو الأسماء دي وفروا لنا الموفمنتس دي علشان نقدر نلبس الساعات بالاقتصادي وكمان بالهاي اند او اللاتشري الفخم. المره الجايه انت لو مش عارف ايه الموفمنتس اللي انت لابسها في الساعه بتاعتك، لما تيجي تبص على الدايل وتلاقي فيه اسم فتاكد ان نفس الاسم اللي على الدايل هو اللي على الموفمنت، ولا الموفمنت اللي موجوده في الساعه هي غير الاسم اللي موجود على الدايل. ده لو هيفرق بالنسبه لك او لو هتكون بالنسبه لك كمعلومه. وبس كده انا اكون خلصت لك الفيديو واديتك المعلومات الكافيه في الموضوع ده، واتمنى المعلومات دي تكون عجبتك ويكون الفيديو مفيد بالنسبه لك. ولو في عندك اي معلومه زياده ممكن تفيد اي حد بيسمع الفيديو ممكن تكتبها تحت في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك علشان ده بيساعدنا ان الفيديو ينتشر لاكبر عدد ممكن. وما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار بالفيديو الجديد اللي هينزل، وده بيشجعنا وبيخلينا نكمل ونستمر عشان حقيقي بنتعب. ولكن شكرا ليك انك وصلت للاخر. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.